بدأت الليالي الجميلة، بدأ الاستعداد لليلة القدر، وأجمل أيام وأحلى أيام. والليلة دي أول ليلة وترية، ليلة 21. عجيبة قوي في ليلة القدر معنى حلو قوي بحب أقوله كل سنة: اصطفاء الله تعالى لعباده. ربنا يصطفي من يشاء، ولا يصطفي أحد إلا الحاجة حلوة فيه. اصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل الخمسة: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا نوح. اصطفى موسى وقال له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه المصطفى، واصطفى له أمته وقال لنا: هو اجتباكم، هو اختاركم. قال لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اصطفى مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكأنه اصطفائين: اصطفاء أولاني فنجحت فيه، فاصطفاء تاني أعلى، درجات أعلى. تعال أنت، تعال أنت، تعال أنت. اللي جنبه مكبر دماغه من أول رمضان: لا، تعال أنت، تعال أنت تستاهلي. تعال أنت رغم أنك ما تعبدتش كتير، بس فيك حتة حلوة جواك في قلبك نقية. تعال، عايز أدخلك ليلة القدر. الله على الاصطفاء. اصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من الجبال عرفة، واصطفى من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. واصطفى مين اللي يحضر ليلة القدر، ولا يصطفي أحد إلا لخصلة خير فيه. يا ترى يا جماعة يختارنا؟ يا ترى يصطفينا؟ يا ترى إحنا مكتوبين عند الله ممن يشهد ليلة القدر هذا العام؟ يا ترى إحنا مكتوبين عند الله ممن قبلهم الله في هذه الليلة؟ يا ملائكتي اكتبوا فلان وفلان 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 ممن أعتقتهم من النار، إني راض عن فلان وفلان، أشهدوه ليلة القدر. ويقذف في قلبك السكينة. يا ترى ربنا هيختارنا السنة دي ليلة القدر؟ يا ترى في اصطفاء لنا؟ تروح له بإيه؟ تقول له: اصطفيني، أنا اختارني أنا. عارف الجندي اللي في قلب المعركة اللي بيقول له: أنا اختارني أنا. فأنت بتقول له: اختارني أنا، دي فرصة أنا مش عارف. يا ترى يا جماعة تفتكروا إحنا بنجيب كل سنة ليلة القدر؟ والله يا ترى العمر صفصف على 2-3 ليالي قدر كنا معرضين إن إحنا ناخدها. سنة كنت مسافر، وسنة كنت عيان، وسنة كنت وحش، وسنة كنت سرحان، وسنة كنت في غفلة، وسنة كنت مركز، بس مركز على أيام دون أيام لأنك لسه مش ناضج، وسنة ركزت في العشر قوي. يا ترى جبناها؟ يا ترى جبناها قبل كده يا جماعة؟ يا ترى هنجيبها السنة دي؟ وهل يا ترى هنعيش للسنة الجاية ونجيب ليلة القدر مرة تانية؟ بس أنا نفسي يصطفيني ونفسي يختارني. وبعدين في الليالي دي في عتقاء من النار. ما كل رمضان في عتقاء من النار، بس لا، الليالي دي أكتر بكتير. العتق أكتر. يعني إيه عتقاء من النار؟ فلان لن يدخل النار. تخيلي يا كندا، فيكي حاجة حلوة رحتي لربنا بيها ليلة 21 النهاردة. ركزوا يا جماعة. تخيلي يا كندا يكتب في صحائف الملائكة: يا ملائكتي كندا من عتقاء ليلة 21 رمضان. يا ملائكتي كندا لن تدخل النار. يا ملائكتي مجد من عتقاء ليلة 21 رمضان. يا ملائكتي اكتبوا مجد من أهل الجنة، يكفيه مجدا أن يكتب من أهل الجنة. يا ملائكتي عبد الحميد يعتق هو وأمه وأبوه في هذه الليلة من النار. يا ملائكتي عبد الحميد من أهل الجنة. يا ملائكتي فلان ومنى وزين وعاصم وأنا وأبويا وأمي وأختي وجوزها وعلي وعمر ومراتي
دي ليالي عطاء، ليالي عطاء. عندي فكرة حلوة قوي 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 تروح بيها لربنا في العشرة الأواخر. أنا امبارح قلت فكرة الخلوة مع الله، عندي فكرة تانية النهاردة. أنا دماغي بتفكر إزاي؟ إيه الحاجات اللي أروح له بيها؟ اعتقني، بلغني ليلة القدر. قعدت أفكر، لقيت فكرة جميلة قوي. هو إيه من مميزات ليلة القدر؟ هي ليلة مكثف فيها العطاء. هي أصلا محدودة مكثفة من المغرب للفجر، والعطاء مكثف قوي 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 قوي. عارفين في عالم التكنولوجيا النانو تكنولوجي والتكثيف تكثيف 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 تكثيف. هي ليلة القدر كده، خير من 1000 شهر. مش قد 1000 شهر، مش تساوي، لا لا لا، أحسن أحسن. ما قالش مثل 1000 شهر، خير. يعني لو 1000 شهر عبادة، الليلة دي أكتر، ده أنا في الجنة حتف. ويا ترى خير في الآخرة ولا خير في الدنيا كمان؟ هي بركة العمر كله طبعا. عشان كده في آية تانية بس احنا مش حافظينها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة مكثف فيها العطاء ببركة غير عادية. طيب إذا كانت الليلة دي مكثف فيها العطاء، لماذا لا تكثف عطاءك أنت؟ فكرة اليوم الذهبي، يعني تعمل حاجات كتيرة قوي بيحبها ربنا في يوم واحد. يا رب أنا كثفت عطائي، وهذه ليلة تكثيف عطائك، فقابلت عطائي المحدود بعطائك اللا محدود، فأكرمني على قد قدرتي المحدودة. بس أنا مش جاي لك صايم وبس، أو قمت الليل وبس، لا يا رب، ده أنا جاي لك بيوم ذهبي. أنا عايز أعمل حاجات كتيرة 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 كتيرة. على فكرة الفكرة دي مش فكرة من دماغي. ليه؟ هو إيه قيمة يوم عرفة؟ إنه مكثف فيه العمل، صيام والصدقة والنحر والذبح والدعاء مستجاب. فاهم فكرة التكثيف؟ هي فكرة دينية على فكرة، بس احنا مش واخدين بالنا منها. هو النبي كان بيعمل ايه في العشر الأواخر؟ تكثيف، اعتكاف، صدقات كتيرة جدا، مش فلوسه بس، كل أنواع الصدقات، مراجعة القرآن مرتين، قيام ليل طول الليل، صلة رحم، عمل خيري. إيه جبت منين الكلام ده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا، معطاء. الجود أعلى درجات الكرم، في كرم وفي سخاء وفي جود. فالجود أعلى درجات الكرم. كان رسول الله جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان. ما لقوش كلمة فوق الجود. فقالك يعني ما فيش كلمة في اللغة العربية فوق الجود. وكان أكثر ما يكون جوادا في رمضان، فهو كالريح المرسلة، كل أنواع العطاء تكثيف. كالريح المرسلة. إيه ده؟ سيدنا عبد الله بن عباس ده عميق قوي. اشمعنى شبهه بالريح المرسلة مش النسمة؟ النسمة بتيجي وتقف، الريح المرسلة بتعم. اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. خد عطاء، خد هدوم، افتح بتاعت الهدوم، خد أكل، خد فلوس، خد هدية، خد ابتسامة، خد كلمة حلوة، خد جبر خاطر. عطاء تكثيف، كله طلع، عشان دي ليلة عطاء شامل، واجهها بعطاء شامل. الله. كان رسول الله جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كالريح المرسلة. مش كفاية، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. والنبي راجع مع جبريل القرآن آخر سنة مرتين، ده قرآن كتير قوي. وكان يقوم حتى تتورم قدمه، ومع ذلك كان يعتكف، ومع ذلك كالريح المرسلة، ومع ذلك يخرج مع زوجاته يوصلها لغاية بيتها أثناء الاعتكاف. ود إيه ده؟ طب ما هي الفكرة هي موجودة في ديننا. أتمنى أن يصطفيني الله في ليلة القدر. أنا جاي يا رب، أنا مش جاي كده بحاجة بسيطة، أنا عايز أشحن كل ما عندي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش خير واحد. شوفوا التكثيف، يسارعون في الخيرات. مين بقى دلوقتي دماغه بتجمع معايا وهو بيشوفني دلوقتي؟ هعمل إيه بقى؟
كويس، انا متشكر قوي انك بتقول الكلام ده ليله 21. انا ايه الحاجات، مجموعه الحاجات اللي عايز اروح لربنا بيها؟ عايز اصل رحمي، وفي رحم مقطوعه انا هوصلها النهارده علشان اروح لربنا بيها. بيحكي لي واحد صديق ليا اسماعيل، بيقول لي كانت رحمي مقطوعه، جيت في العشرة الاواخر. القصه دي قديمه من سنه 2000، هو اللي بيحكيها لي بنفسه. بيقول لي جيت في العشرة الاواخر من رمضان، واخويا مقاطعين بعض على ميراث، والعيال منعينهم يكلموا بعض، ولاد العم. والله حرام كبير. وعشرة اواخر لقيت نفسي قلت له اشهد يا رب على اللي هعمله، بلغني ليلة القدر، نفسي اعمل عمرة. قمت رافع التليفون على اخويا، بقول لك ايه، اللي فات مات، وقف القضايا وانا وقف القضايا ونقعد نحلها ودي، وانا هكون متسامح جدا، بس رجع الولاد يسألوا على بعض. بيقول لي قفلت السكة وانا ببص للسماء ودموعي بتجري، اشهد يا رب، اشهد يا رب. بيقسم لي اسماعيل، بيقول لي والله العظيم الليلة دي نمت رأيت رسول الله في المنام، بيقول لي يا اسماعيل يلا البس لبس الإحرام، انت طالع معايا عمرة. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفسي يصطفيني ويختارني. أنا جاي لك بحاجات كتير يا رب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أنا جاي لك بكذا وبكذا. اقعدوا فكروا يا جماعة هتروح له بإيه؟ أنا جاي لك بصلاة الرحم، وأنا جاي لك بإطعام طعام، وأنا جاي لك بقيام، وجاي لك بتهجد وخلوة مع الله عشان كلام امبارح، وجاي لك بذكر، وجاي لك بنية صافية، وجاي لك بتوبة، وجاي لك بتقوى، وجاي لك. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. يعني ذا الأيدي هو مش عنده إيدين بس، ليه سماه ذا الأيدي؟ له أيادي كتير في الخير. كل ما تلاقي خير تلاقي يدي فيه. تعرف تعمل كده في العشرة الأواخر؟ تكثيف العطاء. أنا جاي لك يا رب بكل ما عندي من عطاء. وبرضو أقول لك الفكرة دي موجودة في ديننا أكتر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة: من منكم صلى اليوم الفجر في جماعة؟ سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم عاد اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أصبح متصدقا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أعان محتاجا؟ أنا يا رسول الله. ما اجتمعنا. من منكم اليوم أصبح صائما؟ أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما اجتمعنا في امرئ مسلم قط إلا دخل الجنة. اللي يعرف يجمع الحاجات دي في يوم ذهبي. وكذا 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 وكذا. مش كلهم عبادات ومعاملات وصلات. طب حديث ثاني: للجنة 8 أبواب. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. هو برضو أبو بكر هو مهتم بحكاية تكثيف العبادات دي. وهل لأحد أن يدخل من كل هذه الأبواب؟ فابتسم النبي وقال: نعم يا أبو بكر، وإني لأرجو أن تكون منهم. طب أنا جاي بقى أزود عليها فكرة كمان. إحنا من أول من رمضان عمالين نتكلم على منازل الروح ال7 وإنها بتبني الحياة. طب ماذا لو عشت بالمنازل ال7 في العشر الأواخر؟ المنازل ال7: تقوى، اليقين، توكل، تسليم، الرضا، العبودية، محبة الله. أنا هتقي ربنا قوي. أنا يا رب يقيني فيك إنك هتكرمني بعد رمضان زاد قوي. أنا متوكل عليك يا رب في مشروعي اللي أنا ماشية فيه، هموت نفسي شغل بإحسان. أنا يا رب مسلم ليك في المصيبة اللي عندي وداخل بيها رمضان. أنا معاك يا رب. أنا راضي يا رب، أنا راضي عن قدرك قوي الفترة دي. أنا فاكر المعاني دي يعني. أنا يا رب هعبدك العبودية بأقصى ما عندي. أنا يا رب بحبك. طب وإزاي أجمع ال7 دول مع بعض؟ ورد الذكر اللي هتقوله كل واحد منه بيخدم على واحدة من المنازل ال7. فالاستغفار هيزود التقوى جواك.
وهيخليك فاكر المنزلة، وانت بتستغفر افتكر التقوى، واليقين هيقويه لا إله إلا الله، والتوكل هيقويه حسبي الله ونعم الوكيل، والتسليم هيقويه لا حول ولا قوة إلا بالله، والرضا هيقويه الحمد لله، ذكر الحمد لله، والعبودية ومحبة الله هيقويها الباقيات الصالحات كلهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة منهم 100. تخيل ان انت تجمع السبعة تبقى عايش بيهم. ابتلاءات تسليم، نعم رضا، مشروع توكل او هدف توكل، حاجة نفسك فيها بعد رمضان، يقين، حسن ظن بالله، تقوى شغالة اليوم بيوم خطوة بخطوة. يعني انت في العشرة الاواخر عايز تعطل ملك الشمال ما يلاقيش حاجة يكتبها، ملك الشمال مش لاقي حاجه يكتبها، معطلنا ملك الشمال، ملك اليمين بس تقوى على اقصى درجه، بس احنا بشر بنغلط، استغفار. ومن كتر ما انت بتذكره وبتتعبد اليه، انا بحبك يا رب، تلاقي الحب جه. هل تستطيع انك تجمع كل الحاجات دي في يوم واحد في 10 ايام وتعيش بيها؟ طب ازاي اجمعهم؟ تخيل بقى، أنا عايزك تتخيل ال10 أيام اللي جايين، المعاني الروحية 7 مالين قلبك، والذكر بيساعدك، وبتتحرك في الحياة، عيادة مريض، صلة أرحام، صدقة، قيام ليل، دعاء، استغفار، ورد ذكر، لمة عيلة على الفطار، جبر خاطر إنسان. معقولة تكثف كل ده؟ إن شاء الله تجيب ليلة القدر، إن شاء الله توصل لليلة القدر ببركة هذا التكثيف وهذا التجميع لكل العبادات دي في يوم واحد. دي الفكرة اللي كنت عايز أقولها لكم النهاردة. اجمع عباداتك وألفها. طيب إيه القاعدة اللي احنا بنقولها النهاردة؟ إذا أعانك أن تعيش بالمنازل ال7 مجتمعة، فقد فتح لك أبواب الحياة الطيبة، وفتح لك باب الإحسان، وفتح لك باب القبول. حياة طيبة، ال7 دول هم الإحسان، إن شاء الله من المقبولين. ده لقاء النهاردة، ودي ليلة 21. والحلقة النهاردة مش هنختمها بأي أنشطة، هنختمها بدعاء بعد ما انتوا تقولوا ايه انطباعاتكم وعايزين تقولوا ايه عن الحلقة. مين عايز يتكلم؟ عندك حاجة تقوليها يا منى؟ بتهيألي يا دكتور هي الأرزاق أرزاق مادية وأرزاق ملكوتية، روحية أو ملكوتية، ماشي، يعني في عالم الغيب. ففكرة إن الواحد يرزق بإنه يعيش بالمنازل ال7، فده أسمى الأرزاق الملكوتية أو الأرزاق الروحية. الله، كلام جميل جدا. حد عنده حاجة؟ مجد. دكتور أنا متخيل بس يعني كيف العالم الإسلامي هيتحسن لو 5% بس عاشوا بالمنازل ال7 هدول مجموعين مع بعض، يعني قديش هنتطور وهنكون مو عالي على المجتمعات الأخرى. أنا اللي هسألك سؤال كتير، أو بسأل نفسي سؤال دايما لما أتفرج على الحج وال3 مليون اللي بيحجوا، هم بيروحوا فين بعد كده؟ لما أتفرج على رمضان والملايين اللي رايحة لربنا، هم بيروحوا فين بعد كده؟ هو مش المفروض ده إن طاقة تحولهم إلى ناس ناجحين مبدعين خلوقين محسنين صالحين؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن إحنا بناخد رايحين علشان ناخد الثواب فقط، مش رايحين عشان نبني أنفسنا. هل رمضان نقطة بداية ولا نقطة نهاية؟ رمضان نقطة بداية لتنطلق لما هو أفضل في حياتك، عشان تيجي رمضان اللي جاي في منطقة أعلى. مش بتلف وتلاقي نفسك رجعت لنفس النقطة، تلف وترجع لنفسك. ربنا ما خلاهوش عشان كده، ربنا خلاه عشان نبقى أحسن. يا ريت يا جماعة تقول لنفسك أنا السنة دي هطلع من رمضان واحد جديد أفضل بكتير. عندك حاجة كده؟ دكتور سبحان الله، لما بلشت رحلتي خصوصا مع الإحسان والمنازل وبلشت أعيش فيها، حسيت وكأنها نفحة من نفحات الله. فهذا هيك بالحياة الدنيا، فكيف بالآخر؟ الله، حسيت إن أنا مع الله قوي. لما نبقى مع الله
ونرى الله وينظر إلينا ويكلمنا، هنبقى عاملين إزاي من جوه وإحساسنا عامل إزاي. عشان كده أحلى لذة في الوجود هي لذة النظر لوجه الله الكريم. عظيم. عجبني قوي فكرة يوم أبو بكر، اللي أنت تعمل كل الأعمال لسيدنا أبو بكر. كده كده بنبقى صايمين، نزور مريض، نتصدق، نطعم طعام، كل ده حلو قوي. اللي احنا يعني فكرة يوم أبو بكر دي جميلة جدا. وإن اللي أنا أضفته جديد المرة دي إن أنا عايزك مع التحرك في الحاجات اللي على الأرض دي يبقى في حاجات كمان بتتعمل جوه اللي هي ال7 منازل، فتبقى مش مجرد بتأدي حاجات عشان اليومين دول، ده أنت بتأدي حاجات وبتبني حاجات. لو بنيت من ال7 دول 5 جواك، أنا طلعت من رمضان السنة دي بالتقوى. رائع. طلعت بالتقوى واليقين، أنا طلعت بالتقوى واليقين والرضا، أنا طلعت بالعبودية، أنا طلعت بحب ربنا. مجرد إنك تاخد من ال7 دول، لأن ال7 دول هم بناء الداخل. لو قدرت تجمع ال7 وتجمع الحاجات اللي على الأرض، أنت رحت في حتة تانية كبيرة أوي. أنت إن شاء الله ممن يصطفيهم الله بإذن الله، بإذن الله. تخيل يختارك. ما هو يختارك ليه؟ ما هو لازم تكون يعني عملت حاجة، رايح له بحاجة حلوة. أنا يا رب جاي لك إذ جاء ربه بقلب سليم على سيدنا إبراهيم عليه السلام. ده مش أي قلب، ده جاي بقلب سليم. المنازل 7 تخلي قلبي سليم، طبعا تخلي قلبك سليم وتخلي قلبك زي الفل. يلا ندعي. هندعي إزاي؟ هندعي بيقين، هندعي بحب، هندعي والأمل كبير قوي. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة العبد الواقف على بابك يتوسل إليك ويرجوك ويدعوك ويتمنى أن تقبله وتصطفيه وتجعله ممن يشهد هذه الليلة العظيمة. اللهم لك الحمد أن أحييتنا لهذه الأيام، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال. اللهم لك الحمد. كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد، كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد، كنا بعيدين فهديتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على من دلنا على كل الخير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب نتوسل إليك في هذه الأيام، انظر لنا الآن بعين الرضا، انظر لنا الآن بعين الرضا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا، اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم وما لم نعلم. اغفر الذنوب عظيمها وحقيرها، نقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب أنت تقول إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتقبلنا وتقبلنا وتقبلنا. اللهم املأ قلوبنا في هذه الأيام العشر نورا وإيمانا ويقينا وتسليما ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم أعنا على تقواك، اللهم أعنا على تقواك، اللهم بصرنا بتقواك، اللهم سهل لنا تقواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك أن ينادى علينا يوم القيامة إنه من عبادنا المحسنين. اللهم إنا نسألك أن ينادى علينا يوم القيامة وكذلك نجزي المحسنين. اللهم أحي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد، اللهم أحي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا. يا رب اعتقنا الليل من النار، يا رب اعتقنا الليل من النار. نتوسل إليك توسل العبد المتذلل بين يديك. اللهم إن الليالي تمر ولا ندري هل أعتقنا
أعتقنا أم لم نعتق بعد. اللهم اجعلها ليلة عتق، اللهم اجعلها ليلة عتق. وولادنا يا رب، وأبائنا وأمهاتنا يا رب، وأحبابنا وأصدقائنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من العتقاء، اجعلنا من العتقاء. اكتبنا من أهل الجنة، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب. نسألك طول السنة الجنة، لكن هذه الأيام نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. يفرح بنا النبي يوم القيامة، فرح بنا رسول الله، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. اللهم من علينا بعمرة قريبة، اللهم من علينا بحجة قريبة. اللهم أذقنا حلاوة القرب منك، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، املأ قلوبنا بحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها. اللهم يا مجيب الدعاء وسع أرزاقنا، اغننا من فضلك، اغننا من فضلك. يا واسع وسع علينا، يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا باسط أبسط أرزاقنا. يا رب توكلنا عليك في كل حياتنا فلا تتركنا، أنت السند، يا سند من لا سند له، يا عون من لا عون له، يا صمد من لا صمد له. توكلنا عليك يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم لا ترد لأحد يسمعنا الآن دعوته يا رب. اللهم اجعلها ليلة إجابة دعاء لكل من يسمع ويؤمن علينا يا ذا الجلال والإكرام ويصله هذا الدعاء. اجعلها ليلة إجابة يا رب، اجعلها ليلة إجابة لكل ما ندعوك به. اللهم يا مجيب الدعاء اقبلنا وارض عنا واكتبنا من أهل الجنة. اهدي ولادنا يا رب، اهدي ولادنا. اللهم لا ينتهي رمضان إلا بآية في هداية الشباب والبنات. اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام ولا تحرمنا منها السنة دي يا رب. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.